اهلا. بمناسبة شهر رمضان الكريم والاعمال اللي بتتعمل في شهر رمضان من مسلسلات او حتى افلام بره الشهر اللي بتبقى متعلقة بالسوبر هيروز، من الرجل العناب او سوبر ميرو، اي حاجة شبه كده، هي ليه بتبقى كوميدية؟ انا نور، ودي الانترو الجديدة. من فترة نزل بوست على البيج بتاعت سينرجي بان هيبقى فيه عالم سوبر هيرو، وهيبقى هو البطل الاساسي بتاع السلسلة دي هيبقى تامر حسني، وهيبقى كوميدي، بس هيبقى بميزانية كبيرة. طب ليه بنستخف بالاعمال دي في حين ان انت ممكن تعمل من الحاجات اللي شبه كده دي حاجات عظيمة جدا، مش زي بنات سوبرمان او الراجل عناب او سوبر ميرو؟ بخلاف ان الراجل عناب هو ميم ماتيريال عظيمة، بس مش لازم يكون كل حاجة ليها علاقة بالتهريج. ممكن نعمل حاجة تراجيدي وهتجيب جدا مع الناس، علشان خاطر هيبقى فيها حاجات ريليتابل بالناس اللي بتتفرج. مش لازم كل حاجة تبقى تهريج. انا عارف احنا شعب ابن نكتة والكلام اللذيذ الجميل ده، بس مش لازم كل حاجة تكون ليها علاقة بالكوميديا. الكوميكس بتاعت السوبر هيروز اصلا ما بتبقاش كلها مبنية على الكوميديا، في لحظات ضعف، في لحظات دراما، الحاجات دي موجودة بكثرة جدا. طب ليه كوميدي؟ ليه اغلبية الاعمال دي كوميدي؟ انا اقول لك ليه. اغلبية شركات الانتاج في مصر هنا بتميل ان هي تعمل الحاجات اللي في الكومفورت زون اكتر. بمعنى هنعمل حاجة كوميدي الناس هتضحك عليها، هتجيب فلوس، خلاص. بس ده اللي بيبقى في فكر شركات الانتاج، علشان خاطر يبقوا ضامنين ان على الاقل لو الفيلم او المسلسل اللي معملهوش نجح هجيب الفلوس اللي اتدفعت في المسلسل ده. ليه ما تاخدش الريسك ان انت تعمل سلسلة ليها علاقة بالسوبر هيروز، بس يكون فيها لحظات ضعف ولحظات دراما كمان؟ حط كوميدي مش هيبقى فيها مشكلة، بس مش لازم ده يكون البناء الأساسي بتاع العالم ده. خد كوميكس العصبة كمثال، والمؤسس العظيم بتاعها جون ماهر، راجل المصري، عامل كوميكس مصرية عظيمة جدا. لو قريتها هتلاقي فيها حاجات كتير جدا، تخبطات ولحظات ضعف ولحظات قوة، هتعرف تاخد منها كل اللي انت عايزه. مش هيبقى كل حاجة كوميدي ويلا نضحك وهاها، لا. طيب سيبك من الكوميكس بتاعت العصبة خالص، ابسطها خش اي معبد، خش اي متحف، هات اي قصة من اللي موجودة اللي حصلت في التاريخ القديم، تاريخ اجدادك، هتلاقي حاجات كتير جدا ممكن تعملها. على الاقل اعمل زي الغرب، ساعتها مش هتبقى انت لا مؤاخذة بتسرق، لا، انت بتقتبس من التاريخ بتاعك اصلا. اعمل زي الغرب، عمل مون نايت، عمل جادز اوف ايجيبت. الناس دي متعطشة جدا ان هم يعرفوا عن تاريخك. اكبر دليل على كده كمية الحاجات اللي هم بيعملوها، حاجات من وهم وخيال بتاعهم هم. عشان كده 3/4 الحاجات اللي بيعملوها في الاغلب بيبقى فيها مشاكل كتير جدا، عشان خاطر مش عندهم السورس الرئيسي. وانت عندك السورس الرئيسي، طيب استخدمه، هتطلع قصص كتير جدا وهتطلع حاجات كتير جدا عظيمة. هما بره عملوا ايه؟ زي مثلا مسلسل مون نايت، عملوا فيه ايه؟ دخلوا جابوا لك البانثيون بتاع الجادز بتوع مصر كلهم القديمة، وراحوا منقين واحد، قال لك هات لك خنشو، وهنعمل ايه؟ هنعمل افاتار. الافاتار ده هيبقى مرتبط بخنشو جدا، وهو اللي هيديله القوة بتاعته وبس. هوب، عملنا قصة. بس الموضوع بسيط جدا، ده كل اللي هم عملوه. عندك حاجة تانية زي فيلم جادز اوف ايجيبت، كل اللي هم عملوا ايه؟ راحوا جابوا القصة بتاعت اساسا حورس واوزيس اوزوريس، وعملوا القصة بتاعت جادز اوف ايجيبت. بعيدا بقى عن ان الفيلم طلع حلو او طلع وحش، الفكرة ان هم عملوا القصة نفسها بخيال منهم. وبالمناسبة الفيلم عجبني، انا ما كنتش شايف ان الفيلم وحش، انا كنت شايف فيلم جميل. في حاجات كتير مغلوطة في القصة نفسها، بس لا، انا شفت حاجة وكانت حلوة على الاقل بصريا. في حاجة بتتعمل في رمضان ده ورمضان اللي فات على ما اتذكر جميلة جدا، وهو مسلسل يحيى وكنوز. ده بيجيب لك التاريخ المصري القديم بس بطريقة بسيطة جدا. بيعودك مثلا على ان مصر زمان كان اسمها كيميت، وجايب لك رمسيس التاني وهو بيوري لك ان هو عمل تماثيل كتير جدا، وكل تمثال فيهم بيعبر عن حاجة معينة. ده ملوش علاقة بالسوبر هيروز، بس عايز اقولك ان في قصص كتير جدا ممكن تتحكي
وتعمل لها سلسلة وعالم سينمائي لوحده اصلا، هتطلع ماتيريال كبيرة جدا من جوه القصص القديمة دي. فمعلش يا شركات الانتاج، خدوا الريسك شوية، ادفعوا مصاريف بجد في حاجات تستاهل، هتطلعوا حاجات حلوة وما تخافوش هتكسبوا في الاخر، او حتى هتلموا حق العمل اللي انتوا عملتوه. في ناس كتير جدا عايزة تشوف القصص بتاعتك اذا كان في مصر او بره مصر، وصدقني هتلاقي بره مصر كتير. فانت كده كده ضامن ان انت هتجيب الفلوس بالعملة الصعبة او بالعملة بتاعت بلدك. فمعلش خد الريسك من الاخر، انتج لهم وفرجهم على حاجات تليق بمستوى بلدك بجد وبمستوى الفن بتاع بلدك، مش الهبل اللي احنا بنشوفه ده. وبس، ده كان كل حاجة عندي الفيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى اعرف ارائكم في الحاجات اللي انا قلتها اذا كانت صح او غلط. انا مرحب جدا بكل الاراء. بس سلام.